السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما خسرناش. والله احنا ما خسرناش، احنا وصلنا للنهائي الحمد لله. ما كناش متوقعين خالص ان احنا نوصل للنهائي، فالمفروض ان احنا نفرح ان احنا وصلنا لنهائي بطولة افريقيا. احنا واخدين البطولة دي اكتر من اي حد تاني. طيب هذا ان دل على شيء بيدل على ايه؟ بيدل على ان احنا كمصريين بنعرف نقوم بعد ما نقع كويس قوي. فمهما كان في ازمات بتمر بينا، مهما كان في صعوبات بتمر بينا، بنتحداها وبنتغلب عليها. والحمد لله ان احنا وصلنا للنهائي، وان احنا ادينا اداء كويس جدا جدا واداء محترم. وحتى في الماتش النهائي احنا الحمد لله ادينا اداء زي الفل. اللي هيجي يقول لك ده المنتخب كان تعبان، ده المنتخب كان معرفش ايه، لا، انا شايف ان المنتخب ادى وعمل اللي عليه، وان شاء الله باذن الله عايزين نشجعه ونقف جنبه عشان خاطر السنه اللي جايه والسنه اللي بعدها يبدا ان هو يطور من نفسه، يبدا ان هو يلاقي دافع وحافز ان هو يشد حيله. دايما النيجاتيف انرجي، الطاقه السلبيه ما بتسببش غير السقوط. لما تلاقي حد بيحاول ويعمل اللي عليه، سواء كان اخوك، اختك، ابوك، امك، ابنك، بنتك، حاولوا تشجعوهم، يعني حاولوا تعرفوهم كده ان مجهودكم مش بيضيع هدر. احنا مبسوطين ان انتوا بتعملوا المجهود ده، واحنا معاكم واحنا مكملين. حتى لو فشلتوا قوموا، واحنا برضو هنقف في ظهركم ومعاكم. محدش يزعل ابدا. منشنوا لاخواتكم، منشنوا لاولادكم، منشنوا لابهاتكم، وقولوا لهم احنا عارفين ان انتوا بتحاولوا انكم انتوا تكونوا على اكمل وجه، انكم انتوا تنجحوا، انكم انتوا بتحاولوا ترضونا كذا كذا كذا. فحاولوا انكم انتوا ترضوا اهلكم وناسكم واصحابكم، وتعرفوهم ان انتوا شايفين المجهود اللي هم بيعملوه، شايفين ومقدرين المجهود ده. فيعني يا ريت ان احنا ننشر الطاقه الايجابيه اللي هي البوزيتيف انرجي، مش الطاقه السلبيه. الطاقه الايجابيه دي مهمه جدا جدا. لازم انكم انتوا تعملوا منشن للناس اللي انتوا بتحبوهم، وتعرفوهم قد ايه انتوا يعني فاليو عندنا، يعني انتوا ليكم قيمه عندنا، وان المحاولات بتاعتكم للنجاح، محاولات بتاعتكم لارضائنا بتجيب نتيجه، واحنا مقدرين محاولاتكم دي ومبسوطين جدا منها وكده. في ناس بتقول لك اللي دمه اتحرق وبتاع، لا، ما تقولوش كده، ما تقولوش كده. احنا وصلنا لمرحله حلوه جدا. انا شايف ان احنا انا مبسوط. ايوه، اي نعم، كان نفسي ان احنا ناخد الكاس بس ما خدناهوش. هنزعل ونعيط؟ لا، ما نزعلش. حاولوا ركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. حاول انك انت تتلكك عشان تبقى مبسوط. حاول انك انت تتلكك عشان تبقى سعيد. اوعى تتلكك عشان خاطر تزعل، لا. دايما بص على نص الكوبايه المليان، مع اني ما بحبش الكلمه دي، بس دايما بص على نص الكوبايه المليان. بص على الجانب الايجابي اللي هو البرايت سايد فور everything. لازم الموضوع ده مهم جدا، عشان خاطر انت لما هتيجي تبص على الجانب الايجابي لكل حاجه، نفسيتك هترتاح نفسيا. لما هترتاح نفسيا هتؤدي اكتر، هتبقى مبسوط، هتبقى حابب تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. فيا ريت رجاء انتوا تشتغلوا على نفسكم كويس قوي، يعني تسعدوا نفسكم. حاولوا تسعدوا نفسكم باي شكل. بصوا على اي جانب ايجابي في الموضوع، ما تبصوش على الجوانب السلبيه خالص. ما تزعلوش، واحنا الحمد لله انا شايف ان احنا ادينا كويس جدا في البطوله دي، وانا شايف ان احنا نستحق بجداره نقول على منتخبنا منتخب الابطال. منتخبنا منتخب ابطال بس، واهلنا اهل مصر ابطال كلهم، لان هم بيحاولوا ان هم ينجحوا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كلها. الحمد لله على كل شيء. انشروا الطاقه الايجابيه، وحاولوا تتلككوا عشان تبقوا مبسوطين. اوعى تتلكك عشان تزعل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.